أجيو تشوفوا نيتي وثقتي الزائدة فين طيحاتني، وشكون عتقني من هاد النار اللي طحت فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو. فيديو جديد وقصة جديدة أكثر من رائعة، خليكم معايا. طبعا هاد القصة للعبرة، ما تنسوش اللايكات، خليو لي لايكات في الفيديو وشاركوني التعاليق ديالكم، وما تنسونيش من البارطاج، وخليكم معايا في القصة، تفاصيل القصة. بطلة هاد القصة هي هاجر. هاجر واحد البنت منطلقة، محبة للحياة، خدومة، كتعاون الناس، كتهضر مع الناس اللي كتعرف مع اللي ما كتعرفش. المهم هي واحد الانسانه اللي ماده يدها بالخير. كانت عندها واحد صاحبتها سميتها غيتا. هاد غيتا صاحبتها ديال الصغر، هما اصلا بنات الجيران وكبروا مع بعضياتهم، هما صغار قراو مع بعضياتهم المرحله شي سنوات في المرحله الابتدائيه، وكيقراو في نفس الاعداديه. في السنه ديال الثالثه اعدادي اي الكاتريام غادي يكونوا مجموعين في قسم واحد. هاجر كانت كتقرا مزيان وعزيز عليها العروض، فاش كيكون شي عرض كتكون هي من السباقين ليه، حيت هي كتحماق على شي حاجه اللي فيها الجروب وفيها العمل الجماعي. فكانت دائما كانت كتصايب العروض مزيان، وكتفرح فاش كيكون شي عرض وهي اللي كدير كتنظم، وكل واحد كتعطيه الدور ديالو. ولا كانت شي مناسبه ولا شي عيد وطني ولا شي مناسبه، واش يديرن شي نشاط في المدرسه، كتكون هي من السباقين للمشاركة فيه. كانت كتقرا وفي نفس الوقت عزيزة عليها الأنشطة المدرسية وكتشارك فيهم، كانت اجتماعية وكلشي كانت عزيزة عليها هاجر. غيتا كانت حتى هي عزيزة عليها تعاون الناس، حتى هي طيبة، يعني كانت تقريبا كتشابه مع هاجر في بعض الصفات، ولكن كانت مختلفة عليها في صفات وحدين اخرين. حيت غيتا ما كانتش كتهضر مع الناس البرانيين. غيتا ما كانتش منطلقة، كانت واحد البنت اللي خجولة، مهم مكتفية غير بهاجر. هاجر هي صديقتها الوحيدة، ولكن هاجر كانوا عندها بزاف د الصحابات، كانوا عندها بزاف د الصحابات. فين ما مشات كدير الصحابات، كتكون في السوايع عندها بزاف د صحاباتها، العائله، الجيران. المهم كانت فين ما مشات هاجر عندها الصحابات والمعارف. مر على بدايه السنه الدراسيه تقريبا واحد الشهر ولا شهر ونصف، التحقت بهم واحد تلميذه جديده سميتها ياسمين. هاد البنت الوقت اللي جات جديده للمدرسه، التحقت بالقسم اللي كتقرا فيه هاجر وغيتا. بحكم أن هاجر اجتماعية، كانت هي أول وحدة غتصاحب مع ياسمين، غتعطيها الدروس، غتعطيها تكتب، تمشي عندها، تمشي معاها، توريها منين تاخد، توريها الأساسيد. المهم كانت هي أول وحدة غتصاحب معاها، وأول وحدة غادي تجرها ليهم، ما غتخليش ياسمين بوحدها. الانسان فاش يلاه كيلتحق بشي قسم راه كيكون حاس براسو بوحدو، حشمان. ولكن هاجر ما خلاتش ياسمين بوحدها، كانت ديما كتساعدها، كتعطيها الدروس، الا احتاجت شي حاجه كتوريها ليها. المهم ولات مصاحبه معاها ياسمين، صافي تصاحبات هي وهاجر. غيتا لا، غيتا صافي راه صاحبتها هي هاجر. كتقول لهاجر: واش كتعرفي هاد ياسمين؟ كتعرفي شكون والديها؟ كتعرفيها شكون هي؟ كيفاش تربات؟ كتقول لها: واش ضروري انا شي وحده غنتصاحب معاها خصني نعرف عليها هادشي كامل؟ انا ما كيهمنيش، انا البنت كتقرا معايا وصافي، هادشي اللي كيهمني راه كتجي للمدرسه وكنشوفها، ما عادي. وفعلا هاجر وياسمين بداو العلاقه ديالهم كتزيد تكبر، كتزيد توطد، ولاو كيخرجوا بجوج، ولاو كيمشيو للسوايع بجوج. ولات هاجر متقربه من ياسمين اكثر من غيتا. صافي بدات ديك الوقيته، ياسمين فين ما كيكون عندها شي غرض ولا بغات تشري شي حوايج ولا باغا تمشي لشي بلاصه، كطلب هاجر، كتقول لها يلاه معايا. هاجر بطبيعه الحال ما ترفضش لهداك الطلب، كتقول لها كتمشي معاها، كتجي معاها. اي خدمه طلبتها ياسمين كتقدمها لها هاجر بكل فرح. واحد المره غيتا قالت لهاجر: شوفي هذيك صاحبتك ياسمين راه ما كتعجبنيش بزاف، وتا الشكل ديالها ماشي مريح. كتبان ليا فيها واحد الزروقيه في فمها، وسنانها بحال شويه مسوسين، وكتبان في وجهها شاحبه، واقيلا كتكمي السجائر ولا كتعاطى شي مخدر ولا شي حاجه. كيفاش كتبان لك نتيا؟ قالت لها هاجر: لا انا كتبان لي عاديه، بالعكس انا كنمشي معاها كنجي معاها، ما عمرني شفت عليها شي حاجه.
وقالت لها ولو كاع تكون هي مدمنة ولا كتكمي ولا هذا، أنا ما عنديش مشكل، ديك راه صاحبتي، أنا ما غاديش نحكم عليها ولا لا، نبقى نعاملها مزيان، نبقى نخرج معاها، أنا حاضية راسي، ما عمرني غادي نتعاطى الكارو ولا شي حاجة، ولكن ما غاديش نحكم على البنت صافي ونتخاصم معاها، لا تكون ولا ما تكونش، أنا ما عنديش غرض فيها، أنا عارفة راسي وثايقة في راسي، وإلا كان كاع كتكمي ولا شي حاجة غنصحها ونقول لها ما تبقايش تكمي وصافي، ما عندك علاش تخافي عليا غيتا. مرت الأيام وبقات العلاقة ما بين هاجر وياسمين هكذا، حتى لواحد المرة وهي تعرض ياسمين على هاجر، عرضت عليها تكمي، عطاتها السجائر، قالت لها يا هاجر لا سمحي لي، أنا ما عنديش معاه بحال هاد الشي، قالت لها أنتِ غير جربي، وديك الساعة إلا ما عجبكش الحال صافي بلاش، بقات بحال هكا كل نهار بحال هكا، كل نهار بحال هكا، صافي جراتها ياسمين، جرات هاجر عندها لهاداك المجال ديال البلية. إيوا هنا هاجر غتبدا واحد الرحلة جديدة، وغتبدا واحد الحياة وحدة أخرى، غتبدا تعطّل، ما تبقاش تجي في المدرسة بحكم كيسهروا في الواتساب، كتبقى تهضر معاها، هنا خارجين مرة هنا مرة هنا، ما بقاتش كتبدا في قرايتها، وإلا كاع جات كتجي دارها راسها، لونها شاحب، المهم بدات كتبدل، ما بقاتش هاجر كيف ما كانت، ما بقاتش هاديك البشرة النقية، ما بقاوش هاديك السنينات البيضين، ما بقاش داك الشعر القوي، رجعت دابلة. هاجر هذيك البنت اللي كانت عزيزة على كلشي، على الأساتذة ديالها، على جيرانها، على كلشي، رجعات عندها مشاكل مع الأساتذة، مشاكل مع والديها، مشاكل مع الناس اللي كيبغيو ينصحوها ما كتبغيش تسمع النصيحة، رجعت هاجر واحد الإنسانة وحدة أخرى. هاجر ما بقاتش كتستحمل طريقة غيتا، فاش كتهضر معاها غيتا كتبغي تنصحها ما كانتش كتقبل النصيحة ديالها. ولكن كانت كتميل بزاف لياسمين، كتهضر معاها، كتشكي عليها، كتقولها راه عندي مشاكل مع دارنا، راه بابا كيغوت عليا، راه الأم ديالي عندي معاها مشاكل، كتقول ليها ياسمين ماشي مشكل، إلا ما فهموكش وإلا ما قادرينش يفهموك، أنا صاحبتك وأنا نفهمك، إلا باقيين شي مرة يقلقوك ولا شي حاجة جي عندي، أنا دارنا مفتوحة لك. هاجر عائلتها العلاقة مع عائلتها بدات كتخيب بزاف، ولا ديما الصداع، ديما الغوات، هما غير كينصحوها باش على قبل مصلحتها، ولكن هي ما كانتش كتفهم داك الشيء وما كتقبلش هذيك السلطة ديالهم عليها. واحد المرة دخل الأب ديالها لقى الأم ديالها كتعاتب فيها علاش كديري بحال هكا في راسك، علاش كديري فينا بحال هكا، بغا يضربها الأب ديالها وهي تهرب. هاجر هربات، أول حاجة غتفكر فيها هي ياسمين، لأن ياسمين كانت دايما كتشجعها على بحال هاد الأمور، وكتقول لها ولو يقلقوك ولا ما يخليكش على راحتك جي عندي مرحبا بك، أنا دارنا ديما مفتوحة لك. مشات عندها، فكرات وهي تمشي عندها، ملي مشات عندها دخلاتها جلسات معاها شوية وهي ترجع عندها، قالت لها شوفي راه والديا قالوا لي لا، بصاحبتك باينة فيها الشكل ديالها ما زوينش وباينة فيها عندها مشاكل، غير من الشكل ديالها باينة البنت ماشي رفقة مزيانة، من الأحسن صيفط الدرية تمشي لدارهم، حنايا ما غاديش نخليوها تبقى معانا. جات ياسمين قالت هاد الهضرة لهاجر، هاجر ظلمت لها الدنيا في عينيها، ولات كتقول كون غير بقيت غير في دارنا على الأقل واخا يضربني كاع الأب ديالي، ولكن المهم في دارنا، دابا أنا فين غنمشي. صافي قالت لها ماشي مشكلة ياسمين، أنا منقدرش ندير لك المشاكل مع داركم، ولكن واش تقدري تعاونيني بواحد القدر ديال المال على ما نقاد أموري ونشوف أشنو ندير، واش نمشي عند شي حد في العائلة ولا كيفاش نرجع لدارنا، المهم عاونيني. وهي تقول لها لا ما غنعاونكش، ما عنديش باش غنعاونك، وانتي زربتي وما كانش عليك تخرجي من داركم. ديك الساعة هاجر بحال تصرفقات، كتشوف كيفاش هاد السيدة اللي كانت كل مرة كتقول ليها أجي وديري وما تخافيش وكوني قلبي على راحتك فين ما كانت ومن الضغوطات تخرجي منها، ودابا كتقول ليها راكي زربتي وخرجتي. صافي خرجت من عندها كتجري في الزنقة، الدنيا كحلة في عينيها، ما عارفاش فين غتمشي. وهنا غتفكر صاحبتها غيتا، صاحبتها ديال الصغر، صاحبتها من ديما، صاحبتها اللي كتعرف أصلها وفصلها ووالديها وعائلتها، وهي تمشي عندها. مشات عندها دقات عليها، حلت ليها الأم ديالها وهي تجاوبها، قالت لها هاجر نتيا دابا ما بقيتيش هذيك الدريه الطريفه، هذيك البنت اللي داخله سوق راسها، دابا نتيا وليتي كتكمي
ولاو عندك مشاكل، عافاك تفرقي على غيتا، هنا غتخرج غيتا مورا ماماها وغطلب ماماها وغتقول لها عافاك ماما. هاجر اختي ماشي صاحبتي، وأنا كون وقع ليا هاد الشي واش كنتي غتخلاي عليا؟ عافاك أنا بغيت نساعد صاحبتي، عاونيني باش نساعدها، ما تخليهاش. هاجر راه ضحية ظروف وضحية واحد الصاحبة سامة. عافاك بقات كتوسل الأم ديالها وهي تقول لها الأم ديالها شوفي حنا راه مستعدين نعاونوها ولكن غنخافوا من المشاكل مع عائلتها. بقات كترغب في الأم ديالها قالت لها عافاك غير نعاونوها وما غيكون حتى شي مشكل. صافي وافقات الأم ودخلات هاجر لدار غيتا حلات الدار لهاجر ودخلاتها وعاوناتها وغسلات حالتها وسكتتها من البكا وعطاتها كلات وبدلت هذوك الحوايج عليها وقالت لها بان خاصك تصالحي مع داركم وتوعديهم بانك غتبداي صفحه جديده مع راسك وبانك غتخرجي من هاد الدوامه ديال البليه وديال المخدرات وهذا الشيء. المهم حتى الكارو راه تا هو راه مخدر، احسن ما تولي في شي مشاكل اللي كبر من هذه. قالت لها صافي انا مستعده اي حاجه ندير دابا، انا عرفت بقيمه دارنا وعرفت بقيمه والديا وعرفت ديك النصائح اللي كنتي كتقولي ليا وكيفاش انا ثقت في واحد الانسانه اللي ما كنعرفهاش وما بغاتش ليا الخير. دابا انا غنسمع كلامك. وبالفعل غيتا ساعدات هاجر ومشاو هضروا مع العائله ديالها وطلبوهم باش يتفهموها وبان هذيك راه بنتهم وهما اكثر واحد خصهم يفتحوا ليها الباب، وإلا تخلاو عليها راه غتولي في مشاكل كبر من هذه اللي فيها دابا. الحمد لله اللي باقي المشكل غير في كارو، باقي ما عندهاش مشاكل وحدين اخرين، حيت اللي خرجت للزنقه غتولي عندها واحد المشاكل كبر من هذه. وانتم راه عمركم ما غتكونوا مرتاحين وبنتكم مقلقين منها ولا مخاصمين معاها. ودخلات غيتا في الصلح ديال هاجر مع والديها. رجعات لدفء العسرة ولدفء العائلة والناس اللي كيبغيوها ديال بصح وكيخافوا على مصلحتها. وبفضل الله عز وجل ثم بفضل غيتا وغتعاونها بزاف على قرايتها وبدات كتجيب لها الدروس وداك الشيء باش ما يبقاش فايت عليها الدروس بزاف. وطلبات من الإدارة أن هاجر تحول شي قسم واحد آخر هي وغيتا، وفعلا وافقوا وتحولوا لواحد القسم واحد آخر. بداو فيه صفحة جديدة مع هذاك التلامذ وتما غيتا غتقترح على هاجر باش يوليو يديروا الرياضة مجموعين باش يدخلوا لواحد القاعة ديال الرياضة ويبقاو من العشية للعشية يمشيو ليها. بداو أنشطة وحدة أخرى مع بعضياتهم ورجعت هذيك العلاقة الزوينة اللي كانت بين هاجر وغيتا. وهاجر تعلمات الدرس بان الثقه ما كنديروهاش في الناس اللي ما كنعرفوش وباننا خصنا دائما ما نكونوش متسرعين وديك السذاجه راه بعض المرات كيكون الثمن ديالها غالي. وتعلمات الدرس، هاجر تعلمات الدرس واخا كان قاسي وعرفات بان الصاحبات ماشي دايما خايبين، حيت واحد الصاحبه كانت خايبه وغداره ولكن في المقابل وفي الجهة المقابلة كانت واحد الصديقة اللي قدمت يد المساعدة وكانت فعلا كينطبق عليها المثل الصديق كتعرف وقت الضيق. وفعلا غيتا كانت سند لهاجر في الأزمة ديالها. الحمد لله هاجر اليوم بخير وعلى خير، رجعت لصحتها، رجعت لها الإشراقة للبشرة ديالها، رجع شعرها مزيان، رجع سنيناتها نقيين ورجعت كتقرا قرايتها ودابا راه كتكمل قرايتها. الله ييسر ليها امورها. ونصيحه لكاع البنيات ديوها في قرايتكم، تهلاو في صحيحتكم، بعدوا على الناس اللي ما كتعرفوش. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى قصه اليوم تكون نالت اعجابكم وخديتوا منها العبره، والى فيديو قادم ان شاء الله.